السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية. وأنتم تشوفون فيديو اليوم كلش سهل وكلش سريع. راح نحضر بيه أطيب أقراص جوز الهند أو كعب الغزال، أو ما أعرف بعد إلها تسميات كلش هواية، لكن النتيجة خرافية وبالبيت وسهلة وبثلاث مكونات وبس. اللي ما يعرفني، هاي قناتي، أنا ميرا سرمد. أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة، لأن إذا أنتم مو مشتركين بالقناة أحب أقول لكم هواية فاتتكم طرق وهواية فاتتكم شغلات كلش حلوة. اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، وأكيد ما راح تنسوني باللايك من إيدكم الحلوة. وهسه صار لازم نبلش ونقول بسم الله. أول مادة راح أحتاجها هي بياض 4 بيضات، 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. البيض يكون طازج جديد حتى يكون من هذا الجلاتيني اللي احنا نقول كامش روحه. راح أخلطهم بالمشبك اليدوي إلى أن تبدي تظهر هاي الفقاعات اللي تشوفوها أمامكم بالفيديو. لهنا راح أبدي أضيف المكون الثاني اللي هو السكر. راح أضيف كوب واحد فقط من السكر، الحبيبات العادي دفعة واحدة، وراح أيضا أخلطهم بالمشبك اليدوي. وليش نخلط بالمشبك اليدوي ما نخلط مثلا بالخلاط أو بالخفاقة؟ لأن إذا راح تخلطون بياض البيض ويا السكر بالخلاط أو بالخفاقة راح يتشكل عندكم الميرنج، وبالتالي ما راح تنجح عندكم الطريقة. فخلطوا بالمشبك اليدوي واستمروا بالخلط إلى أن تكون عندكم هاي الشكل. يتغير لون بياض البيض والسكر إلى هذا اللون الأبيض الحلو، ويكون السكر كله مع. راح أضيف ملعقة واحدة من الفانيلا. إذا ما عندكم سائل ممكن تستخدمون الفانيلا الباودر العادية، لأن عادي هي أنه بيها سكر أوريدي، الأكلة بيها سكر. خلطت شوية وراح أبدي أضيف المكون اللي هو بطل الفيلم مالت اليوم اللي هو مبروش جوز الهند. ضفت أول شيء مبدئيا كوبين من مبروش جوز الهند، إذا تحبون الخشن أو تحبون الناعم أو تحبون تخلطون من الخشن والناعم. بعدين ضفت نصف كوب حتى آخر شيء أعجن بيه العجينة حتى تكون متماسكة عندي، وأبدي أقدر أشكل أقراص جوز الهند. يعني اللي راح تحتاجوه هو كوبين ونص من مبروش جوز الهند. أنا خلطت الخشن ويا الناعم. طريقة التشكيل إما تشكلوها بالفنجان أو بأي أداة أنتم مثلا عندكم، مثلا هذا مصفي الشاي أو مصفي البهارات، أنتم براحتكم. الفنجان دهنته بشوية هيك بقطرة من الزيت حتى يصير سهل عندي من أقلبه. راح أخذ كمية مثل ملعقة أو ملعقتين، أنتم حسب ما تريدون حجم كرات جوز الهند. خليتها وراح أضغط عليها كل زين حتى تاخذ شكل فنجان الدائري. وراها أنا محضرة عندي طاولة الفرن أو صينية الفرن، دهنتها بالزيت وخالة ورق زبدة. راح أبدي أقلبها بكل سهولة بهذا الشكل وأرفعها، وخلص شكلت عندي أول قرص من أقراص جوز الهند. راح استمر واكمل الطريقه، وراح اشوفكم بعدين ايضا انه بامكاننا انه نشكلها ايضا بهذا المصفي اللي تستخدموه للشاي او للبهارات او اي اداه مثل ما قلت لكم عندكم انتم تشكلوها براحتكم مثل ما تريدون بكل سهوله. ايضا ضفت شويه وراح ابدي اضغط عليها حتى تاخذ الشكل الدائري، وراها راح ابدي انقلها ايضا للصينيه بكل سهوله. راح تطلع مثل ما راح تشوفون بالفيديو بكل سهوله. وراها راح أبدي أخذها للفرن. راح أشعل النار من تحت تقريبا 10 دقائق. راح يبدي يتحمص الظهر، بعدين راح أبدي أشعل النار من فوق حتى يتحمص الوجه. وهذه النتيجة الخرافية عندي، وريحتها عبت البيت، ويا سلام على طعمها. لازم تجربوها، واللي يجربها لازم يرسل لي صور مالتها على الانستغرام. رابط الانستغرام أنا دائما أخلي لكم إياه بصندوق الوصف. أي استفسار أي سؤال عندكم راسلوني هنا. دمتم في رعاية الله وحفظه.